وثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع ردة فعل مواطن بعدما عرض عليه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال المساعدة بعد تعرض إطار سيارته لبنشر وسط طريق. قال الأمير تركي: أي خدمة، ما ناقصك شيء علمني. ليرد المواطن عليه بشكرا. بدأ المواطن من الفيديو بعدم معرفة الأمير قبل أن يوضح إليه أحد الجالسين في السيارة بأنه الأمير تركي بن طلال. ليرد المواطن: يا حي الله، وعرض عليه استضافته في منزله معلقا: هذه الفقعة المباركة، مما أثار ضحك الأمير ومرافقيه. الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير منذ ديسمبر 2018، وهو الابن الرابع للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود من الذكور. المؤهلات العلمية: شهادة الدكتوراه الفخرية في الإدارة من جامعة عمان العربية 2015، بكالوريوس في العلوم السياسية مع مرتبة الشرف، أكاديمية ساند هيرست الحربية البريطانية، كلية طيران الجيش الولايات المتحدة الأمريكية، دورات مدنية وعسكرية في مجالات القيادة. المناصب: الممثل الشخصي للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، عميد طيار بالقوات المسلحة السعودية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مينتور العربية للوقاية من المخدرات، رئيس الهيئة الاستشارية لمباني الجامعة العربية المفتوحة، المشرف العام على مبادرة نلبي نداء الإغاثية، نائب أمير منطقة عسير، أمير منطقة عسير. نشاطات أخرى: إقامة اللقاءات الفكرية المتنوعة وأبرزها الندوات الرمضانية، ومهتم بالتراث. عرف عنه مبادرته الوطنية ومن أبرزها إتمام مساعي الصلح بين القبائل في قضايا القصاص، إضافة لمبادرات وطنية متنوعة كتجسيد ملحمة فتح الرياض من خلال مشروع بوابة الرياض وترميم بقصر العناقر التاريخي بثرمداء وغيرها. كما قاد عملية إغاثية عاجلة للإخوة الفلسطينيين شاركت بها عدة منظمات دولية وعربية ومحلية. نتج عنها زيارته للأراضي المحتلة وصلاته في المسجد الأقصى المبارك. قاد عمليات إغاثية من أبرزها إغاثة برية للجمعيات الأهلية إبان الحرب الإسرائيلية في يوليو 2006 على لبنان، وإبان الهجوم الإسرائيلي على غزة في يناير 2009، ونقل مواد الإغاثة الطبية ونقل الجرحى وإدخال الإعاشة للمتضررين وقت الحرب. تأسيس مبادرات إنسانية إغاثية كمبادرة نلبي النداء لإغاثة اللاجئين السوريين، حصل بموجبها على جائزة الشخصية العربية المتميزة في العمل الإغاثي.